السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا بقى نعمل شيش كباب او كباب شيش. هنعمله بتتبيله سهله جدا والطعم بقى حكايه. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. معايا عرق فليتو زي ما انتوا شايفين كده، هو مش عرق كامل، هو نص عرق. قلت اعمله كباب، فهعمله بتتبيله بسيطه وسهله جدا. هجيب الكبه واحط فيها طماطمتين وبصلتين، اقطعهم كده قطع 4/4 وهروح ضرباهم في الكبه بتاعتي. انعمهم بقى خالص، وانا محتاجه الميه بس، انا مش عايزه التفل منهم. فبدل بقى ما ابشر البصل واصفيه والطماطم ابشرها واصفيها، فقلت اضربهم في الكبه كده ينعموا وهصفيهم. هجيب بقى البوله وفيها مصفى واصفيهم، لان زي ما قلت لكم انا مش محتاجه التفل، انا محتاجه الميه بس. والتفل بقى هشيله بقى اعمل بيه كفته. يعني مش هرمي التفل اللي هيطلع، لا، ده تفل بصل وطماطم. هشيله كده في كيسه في الفريزر واطلعه اعمل بيه كفته. ودلوقتي هاخد الميه بس، وهحط عليها بهارات بسيطه جدا: ملح وفلفل اسود وبابريكا وبهارات لحمه او 7 بهارات وحبهان بودر ومعلقه خل كده، واديهم تقليبه. واحط كمان معلقه زيت ومعلقه عسل ابيض، واقلبهم بقى كده مع بعض، واعصر كمان معاهم ليمونه. كل الحاجات دي بتعزز من الطعم وبتسهل كمان في عملية السوا. وهقلب بقى التقليبة دي كلها كده مع بعضها. وهاجي بقى للعرق بتاعنا، هاخد بقى العرق كده واجيب السكينة، احاول بقى اقطعه كده. هقطعه طرنشات تخينة كده زي ما انتوا شايفينها، وبعد كده كل طرنشة كده هقطعها بقى ايه، على 4 او على 6. مش عايزينها لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، تبقى متوسطة زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما قطعتها مكعبات بالطريقة دي، هحطها طبعا في البولة. وهجيب بقى التتبيلة اللي احنا عملناها، بص تتبيلة بسيطة جدا، احطها على مكعبات اللحمة. وهسيبها بقى من بالليل لغاية تاني يوم عشان تشرب التتبيلة ويبقى طعمها حلو جدا. تاني يوم طلعت مكعبات الفليتو وهي في التتبيله وشربتها. هجيب بقى عيدان الشيش طاووق وانقعها شويه كده في ميه علشان لما اجي اشوي اللحمه ما تتحرقش مننا. وهجيب بقى بصل قوارمه، وهجيب طماطم صغيره، وهجيب حته ليا واقطعها كده مكعبات صغيره. وامسك بقى عود من الشيش طاووق، احط قطعه من اللحمه وقطعه من الليا، بتخلي طعم اللحمه حلو جدا وبتخليها جوسي كده وجميله جدا. وبعد كده اروح حاطه البصله، واحط الطماطمايه واكرر العمليه، نفس العمليه تاني، حته قطعه من اللحمه وقطعه من الليه والبصله والطماطم، لغايه ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. بعد بقى ما خلصت الكميه بتاعتي، حطيت الجريلا على النار، ولازم تسخن كويس قوي. بعد ما سخنت ادهنها كده شويه زيت، وارص بقى عيدان الكباب بتاعتي، واسيبها بقى ما اقلبهاش خالص، اسيبها لغايه ما تاخد اللون من تحت. في الاول اخلي النار عاليه، واول ما تاخد اللون من تحت اقلبها واوطي النار، تبقى يعني ايه، متوسطه او اعلى من المتوسطه شويه، عشان تستوي اللحمه، تستوي معايا على نار هاديه، ما تاخدش اللون وتبقى نيه من جوه. وممكن كمان تغطيها لو الجريلا دبل، غطيها بالجريلا عشان تستوى معاكي كويس، ومش هتاخد منك وقت خالص، وهتبقى مستويه وطعمها حلو جدا. ومن وقت للتاني ادهنها بالتتبيله اللي باقيه معانا في البوله، عشان قطعه اللحمه تبقى معايا طريه كده وطعمها حلو. خلصت بقى الشوي، الكميه بتاعتي شايفين شكلها عامله ازاي، شكلها حلو جدا وريحتها بقى تحفه. طبعا الفريتو ما بياخدش وقت وطعمه حلو جدا. واللي بقى عامله ريحه وما اقولكوش، الحاتي عندنا في البيت طعمها حلو جدا زي ما انتوا شايفين، شكلها تحفه تحفه حلوه جدا. جربوا الطريقه دي، تتبيله بسيطه جدا. على فكره انا ما زودتش البهارات عشان احس بطعم اللحمه، لما بنزود البهارات بتضيع طعم اللحمه. فاحنا على قد ما نقدر نقلل من البهارات بتاعتنا في اللحمه عشان تحسي بطعمها. جربوا الطريقه دي وهتعجبكم ان شاء الله. واهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.